أهلا بيكم يا شباب. النهاردة هنكمل رحلتنا في ال API Testing، وهنتعلم إزاي نعدل ونمسح البيانات بذكاء. هنشوف مع بعض ال Put وال Delete وتريكات ال Status Codes بتاعتهم. يلا بينا نطبق عملي على بوست. احنا لو عايزين نغير اسم منتج او سعره، فهنا بنستخدم الميثود اللي اسمها bot، وهنا بنوصل احنا المنتج اللي عايزين نغيره عن طريق الاي دي. بعرف الاي دي منين؟ هنا من الجيت عادي بيبقى جايب لي كل منتج والاي دي بتاعه منتج كامل. زي ما اتفقنا بوت بنغير كل حاجه للبرودكت. باجي هنا نكتب هنا الاي دي، وهنا في البادي بكتب انا عايز اغيره لايه بالظبط. عايز اغير البرايس، عايز اغير التايتل، كل حاجه. ولازم هنا بنتأكد من 200 اوكي. يعني مثلا ممكن نغير ايه؟ ممكن نغير البرايس 33 بس كده، غيرنا البرايس بكل بساطة. يعني الفرق بين جت انا ما بكتبش بادي لان انا ببقى عايز داتا فتمام، لكن في وسط احنا كتبنا في البادي عشان انا بكريت برودكت جديد، وفي البوت انا بعدل، فلازم عشان اعدل اجيب اللي انا عايز اعدله في البادي. تمام، يبقى الستيتس كود بتاعتنا بتبقى 200 اوكي. اخر ميثود معانا وهي الديليت. حد يقول لي مش مكتوب هنا ديليت، هقول له بكل بساطه احنا بنختارها من هنا. بختار الديليت، عايز امسح البرودكت اللي الاي دي بتاعه 20. قال لي ترو، جاب لي 200 اوكي. طيب خلوني اكتب امسح مثلا برودكت الاي دي بتاعه مش موجود. قال لي 400 باد ريكوست مش موجود. انت بتدور على حاجة عايز تمسحها وهي اصلا مش موجودة. وبس كده، السلام. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، وعرفنا إزاي نعدل ونمسح البيانات ونعمل عليهم تيست كمان. جربوا تطبقوا الخطوات دي بإيديكم، ولو وقف معاكم أي حاجة سيبولي سؤالكم في الكومنتات وهرد عليكم فوراً. شكراً جداً ليكم إنكم كملتوا الفيديو للآخر، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. سلام.